الصباح ايش تكتبولي؟ جعبكم الشوق. لكل اللي ما يدري انا اكتف على الاصفر، مش كتير اكتف بس انه اذا بدكم تعرفوا شوي اخباري روحون على الاصفر، وهذا هو الاكونت حقتي. اليوم اول يوم بيكون معي وقت صور، تخيلوا اني اقدر كمان اعمل اديتنج، ما اقدر. فعلى الاصفر احسه اهين، ما بعرف ليه عم وشوش مع انه ابنتي حقتي بعيده فما رح تسمعني. يا زلمه كل ما بتسمع صوتي سوري يعني ما اقصد، بس انه والله شنو هذا. تتذكروا بس كنت جعدن وقلكن انت لازم تهتمي بحالك حتى لو عندك اولاد، وهيك تخلي هذا الشيء ياخذ من طاقتك. كيف ما قلتولي اخرسي لانه عن جد حتى لو الوحده عندها وقت ما في بطاقة. anyway ما علينا، شيلونا من هالموضوع لأنه ما أبغى أتكلم بهذا الموضوع. أبغى أتكلم عن زوجتي حقتي. يا ويلي شو في أشياء فسد لكم عليه. الزلمينجو حقتي عم يختبر صبري بشكل يعني رح توصل معي لهني بس بعدني عم بسكت وطول بالي. بتعرفوا ليه؟ لأني ملهية ومبسوطة بهالمرحلة الجديدة. لو تعبانة عرفتوا هو نوع الرجال اللي شو ما طلبتوا منهم ما بيزبط معهم، مش لأنه ما بده، لأنه دغري ببنك. يا أخواتي ما بعرف شو بيصير معه. حتى إذا بدي ناوله ابنتي حقتي لازم ناوله اياها على الجهة الشمال، اليمين ما ينفع معاه. والله وكيلكم تعوا الساعة 4 و5 الصبح عرفوا اي هي الجهة اليمين واي هي الجهة اليسار، هو باي ايد بيكتب. يا ويلي شو في اشياء خبركم اياها، وعم فوت من موضوع لتاني موضوع براسي للحق خبركم كل شيء لانه الي زمان ما حكيت معكم. تخيلوا انه الاكسبيرينس حقت الولادة بعد ما حكيتكم فيها، واكسبيرينس ما بعد الولادة ما حكيتكم فيها. what the hell happened هون؟ كيف بتعرفوا الي زمان ما حطيت ميك اب؟ anyway اخر حديث وصلنا له انا وياكم هو اني رايحه على المستشفى ولد، وهيك لخبركم من وقتها لدلوقتي شنو حصل في حياتي. رحت على المستشفى على الاميريت هوسبيتال، وكان الاستقبال جميل جدا جدا. ليه؟ لانه الدكتور حقتي التاتشر، دكتور بالانجليزي يعني ايه تاتشر، هو اللي وصى فيي، وكانت من اسلس الاكسبيرينسز باي مستشفى مرقت على راسي، كله بسبب الدكتور حقتي. انسولي اكسبيرينس المستشفى. بحكيكم باكسبيرينس الولاده، كان مفروض ولد واخد وقت يمكن شي 40 دقيقه، والله ما بتذكر قد الرقم، بس ما شاء الله يمكن ب 20 دقيقه كانوا مخلصين. بس ابره الظهر كانت شوي صعبه، وهيدا الشيء خلاني بانيك مش بلحظتها. ضلهم بابره الظهر شي 10 دقايق يمكن ربع ساعه، او انا هيك حسيتهم. ومن بعد ما خلصوا صرت ابكي انه شو صار وليه هالقد اخذت وقت. وعن جد دكتور فادي ميرزا ما في دكتور انساني اكتر منه. ما بتتخيلوا قد ايه روقني، لانه بتعرفوا وقت ابره الظهر ما بخلوا الزوج يدخل، بخلوه من بعد ما يعطوا ابره الظهر ويحضروا كل شيء بفوت الزوجتي حقتي روقني ويقول لي everything is good، ما تخافي انا هون، انا حديك، نو واي، خلي اي شيء يصير لك. هول كلمات بحاجه تسمعون بهيك لحظه هينه او رمضان. بما انه التعب مليون بدنا تغطيه دبل ما تقنعوني. مثل ما البعض منكم بيعرف انه انا كنت مع حكيم تاني من اول حبله لل 25 اسبوع، يمكن يعني بنص حبله غيرت حكيمي. هالقد ما كنت مرتاحه معه لهذاك البيطري. بس anyway اتحفظ عن ذكر اسمه ومن هو لاسباب أمنية وقانونية. وكمان على 25 أسبوع كنا مقررين أنا وزوجتي حقتي إنه نروح نولد بيوروب، لحد ما بيوم من الأيام بفوت على جوجل وبصير دور على حكيم شاطر أو حكيمة شاطرة، وبلاقي فادي ميرزا وبقرأ الريفيوز عنه، وبقول هات لجرب روح شوفه وشوف شو بيصير معي. من أول ميتينج معه عرفت إنه أنا بدي ولد معه وخلص. قد ما بترتاحي نفسيا، قد ما بيشرح لك الأمور، قد ما باله طويل. هلا أنا آخر فترة الحبل كان عم تنقص مية الراس، فلما وصلت عن نهار العملية بشوفه للحكيم الصباح بيطلع علي قبل ما نعمل العملية، بقول له لا بدنا نعمل فحص قبل، بدنا نشوف إذا المي بتكفي. قال لي المي بتكفي لشو يا برو؟ فايتين نولد هلا، شو بدك تشربيهم يعني؟ عادي رواق. انا قال له ابنتي حقتي يمكن مش قادره تتنفس، ما بقى عندها مي، انه هي سمكه ذهبيه بتتنفس تحت المي، عرفتوا؟ قال لي لا خلاص دون وري، وكله تمام. واذ بتفوت الحكيمه الثانيه، لانه كان في 2 دكتورز هن عملوا لي العمليه مع بعض. بتسالني كم سؤال، بتقلي صباح. قلت لها لا ما تقولين لي. قالت لي اقول لك اني احضرت. قلت لها والله شو يا برو. قلت لها اعطيني شيء اسمه تاب بلوك، هيدي بتعطيكم مسكن لوقت اطول من بعد العمليه القيصريه. تخيلوا انه هاي مفعوله بضل يومين بالجسم، انا ضاينتني ساعه واحده بس.
الوجع من بعدها كان مليون. بتخيلوا وجعي ما كان من العملية القيصرية، يعني من الشق حقتي، لا كان من وجع ظهري. عم صوت من وجع ظهري وابكي. يعني انا شخص بيتحمل وجع، وزوجي هون لما المستشفى ما بدي مرتي تتعذب وتتوزع ومسكنات. هذا ليه عم يطلع بلاش وهو كونتور؟ يا لطيف الرومانسية، انتوا بتعرفوا كيف بيقولوا انه الناس اول ما بيجيبوا اولاد ما بيناموا؟ الا زوجتي حقتي ما شاء الله عنه ما قفى ليلة، شخيره على الاصفر بتسمعوه، يعني على اسنان حقتي. عايز معاد اسمحوا لي فيه عن جد، اللي زمان ما حطيت ميك اب، نسيت كيف بحطه، بدي وقت لارجع اتعود. anyway هيدا الفاينل ميك اب لوك، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. انا للصراحه ما كتير حبيت. ثانك يو جايز لانه عم تحضروني وعم تتحضروا معي، انا كتير بحبكم، كتير اشتقت لكم.